قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بتبدأ أحداث الفيلم مع طفل اسمه بوبي وأمه قاعدة جنبه بتحكي له قصة أسطورية عن رجل القرد واللي اسمه هانومان، وبتعرفه إنه هانومان كان عنده قوة جبارة يقدر يعمل بيها أي حاجة على الرغم من إنه كان صغير. لكن في يوم كان جعان وشاف شجرة مانجا قدامه وعينه جت على ثمرة معينة منهم وطلع جابها، بس بعد ما جابها اكتشف انها الشمس مش ثمرة المانجا، وتعاقب من السحرة وسحبوا منه كل القوة بتاعته. بتمر السنين وبنيجي لبوبي اللي بقى كبير وبيلعب في حلبة قتال شوارع مع مصارع اسمه كوبرا، وبيبقى بوبي لابس وش الرجل القرد وبيتصارع بيه، وكوبرا بيبقى اقوى منه بكتير وبينتصر عليه، وكل الناس بتفضل تسخر منه ومن ضعفه. بعدها بيوصل النمر وده بقى مدير المكان وبيحيي كوبرا على انتصاره، وبينزل بوبي من الحلبة وهو محبط جدا وحزين، وبنعرف وقتها ان بوبي مش بيعرف يلعب مصارعة اصلا، لكن بيعمل كده علشان يخسر وياخد فلوس من النمر مقابل خسارته دي. بعدها بيخرج النمر وبيدي لبوبي نص الفلوس اللي كانوا متفقين عليها، وده لانه كان عاوز بوبي يتحمل الضرب وينزف اكتر من كده بشوية. ولما بوبي بيحاول يوصله انه محتاج الفلوس ضروري بيسخر منه وبيتريق عليه، فبيمشي بوبي وبيروح يقعد في حانة وبيشوف اعلانات في التلفزيون عن كاهن الناس كلها بتحبه اسمه شاكتي، وبيبص على التلفزيون وبيبان عليه انه مش مقتنع باي حاجة شاكتي بيقولها. في نفس الوقت بيجي طفل اسمه لاكي وبيقعد مع بوبي، وبنعرف ان لاكي ده بيشتغل لحساب بوبي في حاجات كتير مقابل الفلوس، زي انه خلاه يصور صاحبة نادي ليلي اسمها كويني لانه محتاج منها حاجة معينة، وبيديله فلوس مقابل المعلومات والصور اللي بيجيبها. تاني يوم بنيجي لشخص متسول ماشي على كرسي بعجل بيعدي بين الناس علشان يطلب مساعدة، وبيقف جنب كويني وبيسرق منها المحفظة بتاعتها وبيمشي بسرعة من غير ما حد ياخد باله. بعدها بنعرف انه مش متسول ولا بيمشي على كرسي وانه شخص عادي جدا، ودي كانت خطة علشان المحفظة بتاعت كويني توصل لبوبي. وبنعرف ان خطة بوبي هو انه يدخل لكويني بحجة المحفظة بتاعتها وكأنه عمل معاها موقف كويس ويطلب منها تشغله عندها في المكان، لكن كويني بترفض، وده لان المكان بيجي فيه ناس مهمة وما ينفعش واحد ما عندوش خبرة يتعامل معاهم. فبيفتح بوبي ايده بيوريها التشوه اللي فيها وبيعرفها ان ده اثر المواد الكيميائية والزيت اللي كان بيشتغل فيه، وانه يقدر يعمل اي حاجة بتطلب منه. ولما بيبص بوبي على صورتها وهي مع الضابط بيفتكر موقف حصل معاه زمان وهو لسه طفل، وبنعرف الضابط ده اسمه رانا، وبيبان على بوبي انه يعرفه. بعدها بتتكلم كويني معاه وبتعرفه انها موافقة تشغله لكن بشرط، وهو انه ما يتكلمش في اي حاجة هيسمعها او يشوفها. بتهدده انه لو حصل عكس كده هيبقى هو اللي جابه لنفسه. بيوافقها على الكلام وبيروح على المكان المخصص ليه وبيفضل يفتكر امه كل شوية. تاني يوم بيطلع بوبي على شغله وبتبقى وظيفته عبارة عن غاسل اطباق في المكان. في نفس الوقت بيجي مراقب الجودة بتاع المكان واللي اسمه ألفونسو وبيفضل يتكلم مع بوبي علشان يتعرف عليه، لكن بوبي مش بيبقى حابب لانه عاوز يشتغل وبس. بالليل بعد الشغل بيروح بوبي لشخص علشان يشتري سلاح يبقى معاه، فبيطلب الشخص ده من طفل بيشتغل معاه انه يوصل بوبي للمكان اللي هو عاوزه، وفعلا بيدخل يشتري مسدس وبيمشي. بعدها بيبقى بوبي في الشغل وبيلاقي كويني بتزعق لبنت من اللي بيشتغلوا عندها اسمها لاكشمي، ولما بيدخل هو والفونسو عندها بيسمع بوبي ان رانا جاي على النادي وبتطلب منه يجهز كل حاجة. فبيخرج بوبي لألفونسو بسرعة وبيطلب منه يشغله في المكان اللي بيجي فيه كبار الشخصيات، لكن ألفونسو بيرفض، وده لأن المكان ده مش بيشتغل فيه أي حد كده. وبيحس بوبي إن ألفونسو عاوز فلوس علشان يوافق ينفذ كلامه، وبيطلب منه يروح على صالة القتال ويراهن على المصارع اللي قدامه وهيكسب. وبيوافق ألفونسو على كلامه وبيقرر يروح ويجرب، وفعلا بوبي بيلعب المباراة وبيخسرها وألفونسو بيكسب الفلوس. فبيوافق ألفونسو إنه يعين بوبي في المكان الخاص بكبار الشخصيات، وبيطلب منه يكون حذر مع الكل لأن الغلطة هتبقى فيها مشكلة كبيرة. بيبدأ بوبي ينفذ كلام ألفونسو ويقدم الطلبات، ولما بيخلصوا شغل بيروح بوبي مع ألفونسو في التوك توك بتاعه علشان يوصله. تاني يوم بيبقى بوبي في شغله وبيغلط وهو بيصب المشروب لواحد من اللي موجودين في المكان، فلاكشمي
بتلهي الشخص ده لحد ما بوبي يصلح اللي عمله. وبيتضايق بوبي جدا من طريقة الشخص ده مع لاكشمي، لكنه مش بيقدر يتكلم، وبيفتكر موقف حصل مع أمه زمان وبيتضايق جدا وبيخرج من المكان. وبيقعد هو متوتر جدا وبيلاقي كلب قدامه فبيأكله لما بيحس إنه جعان، فبتخرج لاكشمي علشان تشوفه وبتحس إنه إنسان طيب من كلامه وتصرفاته، وكل يوم بيعمل نفس الأفعال من الشغل لصالة القتال لتدريب على ضرب النار ويأكل الكلب، لحد ما في يوم بيخلي الكلب يساعده إنه يدخل المسدس على المكان اللي بيشتغل فيه، وبيرجع تاني على الشغل كأنه ما عملش حاجة. وبيطلع مع ألفونسو على مكان كبار الشخصيات، وبنعرف إن ألفونسو اداله ترقية أكبر من اللي كان فيها، وطلع على المكان اللي مش أي حد بيطلع فيه. وهناك بيشوف لاكشمي مع رانا وبيعرفوا من خلال الجرح اللي في ودنه، فبيقف بوبي متضايق وبيدخل الحمام وبيبص على إيده المشوهة، وبنعرف إن رانا كان السبب في موت أم بوبي، علشان كده هو عاوز ينتقم منه ودخل المكان ده مخصوص علشانه. بعدها بيعمل خطة علشان يخلي رانا يدخل الحمام ويقدر يقتله، وفعلا الخطة بتاعته بتنجح، ورانا بيقوم يدخل الحمام بسرعة وبوبي بيدخل وراه وبيرفع عليه السلاح، لكن بيخرج شخص من الحمام فجأة وبيشتت انتباه بوبي وبيخلي رانا يضربه، وبيفضلوا يضربوا في بعض هما الاتنين لحد ما الشخص اللي كان في الحمام هو اللي بيموت. ولأن بوبي ضعيف في القتال مش بيبقى قادر يضرب رانا، وكل اللي في المكان بيخافوا وبيمشوا بسرعة، ورجالة رانا بيبقوا عاوزين يدخلوا عليهم، فبوبي بيضربه بالسكينة في دراعه وبيفجر حوض السمك وبيهرب من خلاله، وبيفضل يضرب في كل شخص يقف قدامه علشان يقدر يهرب. وبيركب التوك توك بتاع ألفونسو وبيبقى عاوز يهرب بيه، وألفونسو بيركب معاه، لكن سيارات الشرطة بتفضل تطارد فيه وبيقدر انه يخبط اكتر من عربية، لحد ما واحدة منهم بتخبطه وبتقلب التوك توك وبيغمى عليه، وألفونسو بيفوق وبيهرب بسرعة قبل ما حد يمسكه، وبيفوق بوبي وبيلاقي نفسه مقبوض عليه وبيقدر انه يضرب افراد الشرطة وبيهرب منهم. فبيدخل على بيت، وصاحب البيت بيتضايق ان بوبي جاب الشرطة لحد عنده وبيبقى عاوز يقتل بوبي، لكن بوبي بيفضل يضرب فيه لحد ما بيلاقي الشرطة وصلت وبيطلع يجري، فبيضرب عليه طلقة منهم وبيقع في المية وبيغمى عليه. تاني يوم بنعرف ان في قبيلة لقت بوبي وانقذت حياته من الموت، ولما بوبي بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب وجروحه كلها متعالجة وبيبقى مش عارف ايه اللي حصل، فبيلاقي واحد من القبيلة اسمه ألفا قاعد جنبه بيحكي له عن قصة المكان اللي هو فيه، وبيعرفه ان لسه عايش لحد دلوقتي لان في مهمة لازم يكملها. وبيبقى بوبي عاوز يمشي لكن بيحاولوا يمنعوه، وده لان الشرطة بتدور عليه في كل مكان، وبيطمنوه ان المكان الوحيد اللي الشرطة مش هتدور فيه هو هنا، وبيطلبوا منه يستريح لحد ما يتعافى من جروحه تماما. فبيقتنع بوبي بكلامهم وبيفضل قاعد معاهم. بنيجي لشاكتي اللي بيبقى عنده شعبية كبيرة جدا وسط الناس، وبيروح له رانا علشان يعرفه بكل اللي حصل معاه، وبيبقى رانا مستقل بيه جدا، لكن شاكتي بيطلب منه ياخد حذره منه وما يستهونش بيه. وبنعرف ان شاكتي كان زمان نكرة ومحدش بيعمل له حساب، بس مع الأيام قدر يثبت نفسه ويخلي كل الناس تحت أمره وبيسمعوا كلامه، وبقى ليه شعبية كبيرة. وبتعلن الأخبار إن ألفونسو وبوبي مشتركين مع بعض في محاولة اغتيال رانا، وبيبقى مطلوب القبض عليهم. وأول ما ألفونسو بيشوف الأخبار بيخاف جدا، وده لأنه ما عملش أي حاجة وما يعرفش حاجة. بالليل بيقف بوبي يشوف تجمع أهل القبيلة مع بعض وبيبقى فرحان جدا بسبب الحب اللي بينهم. بعدها بيقعد بوبي متضايق جدا لأن مفيش في دماغه غير صوت أمه، فبيتضايق ألفا علشانه جدا وبياخده معاه على مكان معين موجود في القبيلة، وبيعرفوا إن الشجرة دي فيها مسحوق سحري لو اترش على أي حد ممكن يموته، لكن لو عنده إرادة وعزيمة هيقدر يتقبل المسحوق في جسمه وهيخلي عنده قوة ضد الألم علشان لو حد عمل له حاجة يستحمل. وبيرش ألفا المسحوق على بوبي وبيحس إن جسمه في حالة غريبة جدا وبيغمى عليه. وبنرجع بالأحداث لبوبي وهو لسه طفل صغير وقاعد مع أمه وباقي أهل القرية بيتفرجوا على عرض مسرحي، وفجأة ضرب النار بيشتغل في كل مكان عليهم، ورانا والناس اللي معاه بيولعوا في البيوت بالناس اللي فيها. فبوبي بيبقى واقف مش مصدق اللي بيحصل، مش مصدق عينه من اللي بيحصل في الناس، وامه بتخاف عليه وبتاخده تخبيه في مكان معين من البيت علشان محدش يأذيه. وبيدخل لها رانا وبيفضل يضرب فيها وهي بتعوره في ودنه بالسكينه، وبيبقى هو ده الجرح اللي بوبي قدر يعرفه منه في الوقت الحالي. بعدها رانا بيولع في ام بوبي ومش بيكتفي بضربها وبس وبيمشي، وكل ده بوبي بيبقى شايفه ومش قادر يعمل اي حاجه، وبينزل لها بسرعه وبيفضل يطفي في النار اللي على جسمها،
لكن ايده كلها بتتحرق ومش بيقدر ينقذها، وبنعرف ان هو ده السبب في ان بوبي عاوز ينتقم من رانا وشاكتي، لان شاكتي هو اللي طلب من رانا انه يعمل كده بعد ما كل اهل القريه رفضوا يبيعوا الارض بتاعتهم لرانا علشان يعمل عليها مشروع خاص بيه. وبنرجع للوقت الحالي مع الفا اللي بيفضل يشجع في بوبي ويعرفه ان جه الوقت اللي يجيب حق امه من اللي اذاها ويبطل يتحمل الالم. فبيقتنع بوبي بكلامه وبيقرر انه يدرب على القتال علشان يقدر يواجه رانا واللي معاه. تاني يوم بيبدا بوبي التدريبات بتاعته بكل غضب وقوه، لكن واحد من اهل القبيله بيعرفه ان الطريقه دي مش صح وانه لازم يتحكم في نفسه اكتر من كده وهو بيتدرب. فبيسمع بوبي لكلامه وبيبدا يتدرب بطريقه صح علشان يكسب قوه اكبر. مع مرور الوقت بيقدر بوبي انه ينجح في التمارين بتاعته. وفي يوم بيعرف بوبي ان اهل القريه بيتعرضوا للضرب من رجاله شاكتي، كمان بيعرف ان هم محتاجين فلوس علشان يقدروا يفضلوا في المكان اللي هم فيه. فبيقرر بوبي انه يروح يلعب تاني في صاله القتال، لكن المره دي بيكسب وبياخد كل الفلوس اللي معاه وبيديها له وبيطلب منه يروح يراهن عليه. وبيدخل بوبي ضد المصارع اللي قدامه وبيقدر انه يقضي عليه من اول ضربه بيضربها له. فالكل بيتصدم من اللي حصل، وده لان اول مره بوبي يقدر يعمل كده. وبيقرر النمر انه يقدر يدخل واحد تاني عملاق قدام بوبي علشان يهزمه، لكن بوبي بيبقى عنده قوه ضد الالم وبيقدر انه ينتصر عليه. والكل مش بيبقى مصدق، والاول مره بيحتفوا باسمه، ولاكي بياخد الفلوس وبيديها لبوبي. وبنعرف انه عمل كل ده علشان يساعد اهل القبيله اللي وقفوا جنبه وساعدوه. بعدها بيبقى شاكتي ورانا عند كويني في النادي الليلي سهرانين، وبوبي بيروح على النادي وبيفضل يضرب في كل الحراس اللي بيقابلوه ولحد ما بيوصل للمكان اللي فيه رجاله رانا وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبوبي بيبقى مش موجود لانه واخد ماده تخليه يتحمل الالم، واهل القبيله بيقرروا يساعدوه وبيدخلوا يضربوا معاه الحراس لحد ما هو يخلص على رانا وشاكتي. بعدها كويني بتهاجم على بوبي وبتبقى عاوزه تقتله، لكن لاكشمي بتقرر تساعده وبتقتلها وبيقطع بوبي صباعها لانه محتاجه. وبينزل لرانا وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاتنين لحد ما بوبي بيفتكر امه وبيفضل يضرب رانا بكل قوه وكانه مش في وعيه وبيموته. بعدها بيستخدم صباع كويني علشان يدخل للغرفه اللي شاكتي موجود فيها، وبيحاول شاكتي يقنعه انه يهدى ويأثر عليه بالكلام، وبيضربه شاكتي بالمسمار اللي في ايده وبيبقى عاوز يموته، لكن بوبي بياخده منه وبيقتله بيه. وبكده يبقى جاب حق امه واهل القريه كلها وبسبب اللي رانا وشاكتي عملوا فيه. وبيتخيل منظر امه قدامه وهي فرحانه وبتلعب معاه، وبيبقى عارف انها كده مرتاحه دلوقتي. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. يلا سلام.